السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. النهاردة بقى جايبين لكم الجديد، الكوكومرز التركي يا جماعة. منزل طقم بقى خلاص، أصبح الجرانيت والسيراميك من الماضي زي ما بيقولوا. دلوقتي اللي نازل جديد طلاء اسمه الطلاء البركاني. الطلاء البركاني ده يا جماعة تكنولوجيا ألماني. بصوا هنا اهو بيكتب عليه فولكانيت، ومن التكنولوجيا ضمانه شركة ألمانية اسمه باورد باي ويلن برجر، شركة ألمانية. انتوا عارفين الكوكومرز تركي، بس صراحة طور نفسه. الطقم ده جميل ومميز. الطقم ده بيجي 12 قطعة مميز. أول حاجة بيجي معاه 4 حلل اهم، ادي ال4 الحلل. والطقم بقى حلاوته فيه، بصوا الغطا بايركس وستانلس كده جميل. وبصوا كل الغطيان فيها الفتحات دي اللي هي ايه، بنصفي منها المكرونه والحاجات دي. وكل الحلل بصوا، شوفوا سماكه الحله يا جماعه، واخده الشفه دي عشان نفضي منها. خلينا بقى نشوف مكونات الطقم. ما شاء الله الحله تقيله، اليد بتاعتها ستانلس كده جميله، وادي الطقم من جوه ألمونيوم. شوفوا يا جماعه جميل الطقم ازاي، مميز جدا صراحة. هنا هو محفور عليه كوكومرز. الحلة اللي في ايدينا دي اللي هي مقاس 20. هو الطقم يا جماعة بيجي ال 12 قطعة. مكوناته ايه؟ 4 حلل مقاس 20 24 26 28. يعني دول كده احنا بالصلاة على النبي كده جبنا طقم حلل لوحده لحاله بال4 حلل دول بس. 24 26 24 26 28. كمان بيجي معاه طاسة مقاس 30 30 الطاسة. خلينا نشوف طاسة مقاس 26، أنا آسف، الطاسة مقاس 26. اليد الاستانلس الجميلة المحفور عليها كلمة كركماز. دي طاسة مقاس 26. بعدين بيجي بقى معاه قطعة صغيرة كده جميلة بتاعت أومليت. ايديها استانلس، شوفوا جميلة ازاي يا جماعة، صغنونة كده. دي مقاس، هنا بيكتب عليها، شوفوا كاتبين عليها اومليت دي مقاس 20. وبعدين اخر حاجه بيجي معاه حله بيكاتا واطيه، تنفع بقى للشاورما وللكبده. الغطا جميل جدا صراحه يا جماعه. بصوا بايركس كده جميل. دي حله بيكاتا صغيره مقاس 26. طقم جميل كركماز تركي، الطلاء الجديد البركاني. بصوا وانا كاتبين لك اهو فولكانت نان ستيك قابل للصق، بار باي شركة ألماني اسمها ويل برجر. طقم كركماز تركي، دهان طبعا خالي من الرصاص اهو، BFO فري. طبعا الكركماز هو درجة رقم 1 في البضاعة التركي، كركماز التركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.